صباح الخير عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم اختي كتشوفوا هذا الفيديو، ومرحبا بكم فلوق جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. يا اختي هي هذيك، برافو عليك، برافو، راكي شاده معايا. اش كتعاودوا؟ اموركم مزيان؟ اول حاجه بعدا بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق اللي خليتيو ليا في الفيديو اللي فات، التشجيعات ديالكم ولي لايك ديالكم، لا يخطيكم عليا. ما تصوروش شحال كيعجبني الحال، و كنفرح بزاف وكتزيدوا تشجعوني فاش كنقرا لي لايك ديالكم. والناس اللي عاوتاني كيدخلوا عندي جداد كنقول لكم مرحبا بكم في قناه وي ان فلوغ. كنتمنى يكون كيعجبكم المحتوى ديالي، وان شاء الله يعجبكم الفيديوهات الجايين. شكرا لكاع الناس اللي كيدعموني، لا من العائله راني كنشوفكم واحد واحد، ولا من لي زامي، ولا حتى الناس اللي ما تعرفونيش راني تنقولها ديما، نتوما راكم كاملين تاج فوق الراس. بوسه ليكم، لا يخطيكم عليا. ايوا يا اختي اليوم يلا نقول لكم اليوم يلا فقط لقيتوني يلا فقط اليوم الجمعه، جمعه مباركه تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. وفي الفيديو اللي فات نسيت ما نقول لكم سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر والمزيد من الارزاق والمزيد من الصحه والعافيه، هذه هي اهم حاجه. لقيتوني يلا فقط اليوم، دابا اليوم انا ديما يلا فقط اليوم، بحال ما شحال كنكون ناعسه. راكم عارفين مازال داك لو تراك ديال الكاميرا مره كيشدك. ايوا اختي اش غنديروا دابا؟ نولفوا مع الوقت. لقيتوني كما قلت لكم يلا فقط. المهم فطرت وجمعت الدار وبغيت نصاوب واحد لاطاخت. غدا الجمعه، غدا السبت غادي نمشي لتمارا عند ماما. ايوا قلت علاش لا ما نصوبش واحد الحلوه ديال لا كريم زوينه نديها معايا. علاش؟ بحكم ان دخلت السنه الجديده وبابا صراحه ما كيبغيش في راس العام وداكشي، هو او كونطرير انه يشري الحلوه. صراحه كنا كنديروها شحال هادي، ولكن دابا مؤخرا بابا مابقاش كيبغي يشري الحلوه، كيقول لك لا من الاحسن حتى يفوت داك الاسبوع وداكشي زعما نشري حلوه وداك التخربيق للدراري. قلت اجي علاش لا، بما انه صراحه انا الله يسمح لي صاوبتها، ولكن ماشي بنيه ديال نحتفل، صوبتها في راس العام، ولكن والله ما بنيه باش نحتفل، غير بدخول سنه جديده زعما وداكشي. قلت ما فيها باس نستقبلوا هذه السنه الجديده بشي حاجه زوينه وصافي وحنا ناشطين وداكشي. درت غير حليوه في داري، صراحه ما صورت والو، صوبت غير حليوه في الدار وصافي. ايوا قلت دابا بما انه كما بغيت نقول لكم البنات، راه ماشي بالنيه باش نحتفل ولا بداكشي ديال النصارى ولا نهائيا، ولكن اليوم قلت غادي نصوب واحد الحلوه كتجي زوينه ساهله زعما ونبارطاجيها معكم باش غدا نديها للدار، حيت غدا اختي الويكاند، غدا الويكاند الله غنمشي نتهنى عاوتاني ندير يد فوق يد ولا رجل فوق رجل، ما غادي ندير والو، غنتهنى عاوتاني من الدار، غنمشي كنجلس عند ماما واحد 3 ايام الله كنرتاح. راجلي يشوف هاد الفيديو يقول لي اختي مناش كترتاحي، بغيت غنعرف. ولكن المهم البنات والله الا كنبغيو نبدلوا الجو شي شويه وصافي، كنمشي كنخرج انا وماما كاين ما يدار، داكشي علاش كنبدل الجو صافي. المهم كيف العاده المقدمه طويله عريضه اختي، فاش كنشعل الكاميرا كنبقى ما كنساليش. بلا ما نطول عليكم غادي نديكم معايا الكوزينه باش نشارك معكم ديك لاطاخت اللي غادي نصاوب. حلاوه كتجي فنه زوينه، تقدري تصوبيها في الدار لوليداتك بلا ما تمشي تشري ولا شي حاجه. المهم راه ضروري من الشريان، ولكن مره كنخدموا وليدات. كيعجبني انا اصلا هادشي، وكيعجبني نصاوب، وكيعجبني الصراحه نطيب، كيعجبني ندخل الكوزينه، وفاش كندخل الكوزينه كيكون عندي الموغال، كيعجبني نهارين ندوزو هكا كنطيب وكندير بزاف د الحوايج. داكشي علاش كنشارك معكم دوك الوصفات الصغيره اللي صراحه انا كنعرف لها. ناري 4 دقائق في المقدمه. سلامه اختي، يلا الكوزينه. ودابا البنات غادي نحط المقادير كاملين اللي غادي نحتاج، وغادي نخدم عاوتاني في كاس مولينكس. هاد الجينوازه البنات راه شاركتها معكم شحال من مره، ولكن كنعاود نشاركها بالنسبه للناس الجداد اللي يلاه دخلوا عندي. المهم هنايا غادي نحتاج 2 بيضات يكونوا بحراره المطبخ، وغادي نحتاج هنايا 6 المعالق كبار ديال سنيده، وعندي 6 المعالق كبار ديال الحليب. المهم هادشي كامل عبرته ب6 المعالق كبار
درت 6 معالق كبار ديال الحليب ودرت سكر فانيي باش كتحيد شويه ديك الزفوره. وهاد الجينواز البنات غادي نديرها هاد المره بالشوكولا، كل مره وكنصوبها بكو. دابا قلت غنديرها بالشوكولا بحكم راكم عارفين كلشي عزيز عليه الشكلاط. صافي درت هنايا 2 ساشيات ديال الشكلاط. هاد المقادير الاولانيين هما الاولين درتهم في مولينكس وطربتهم مزيان حتى تخلطوا ليا، وعاد كنزيد عليهم الزيت، هو زعما اخر حاجه كنديرها في دوك السوائل. صافي خلطت عاوتاني داكشي مزيان باش البيض كيولي بحال راكم عارفين كيفاش كتخدم الجينواز، كيولي مرغوي شويه. صافي هنايا خويته في البول اللي غادي نخلط فيه، ودرت هنايا 2 خمارات ديال 7 غرام. صافي من بعد كنبدا ندخل بشويه في داك الخليط ديالي ولا ديك الكيكه. وبالنسبه للطحين البنات عندي حتى هما 6 ديال المعالق ديال الطحين، كندير بشويه وكنبدا نغربل، يعني على حسب كل طحين. كاين الطحين اللي تقدري ديري غير 6 المعالق، ولكن انا هذه بالضبط كتهز ليا 6 المعالق. المهم صافي هنايا كنبدا ندخل الطحين بشويه وفي نفس الوقت كنبدا نخلط. الا بان لكم جاري تقدروا تزيدوا شويه. المهم انا غادي نوريكم في الاخر لا تكستور ديال هاد الكيكه كيفاش كتولي، كتجي بحال هكا، ما كتجيش ثقيله وما كتجيش جاريه عاوتاني. صافي هنا خديت المول اللي غادي ندخل الفران، بيان سور كيف العاده دهنتو بشويه ديال الزبده والطحين باش ما كتلصقش ليا الجينواز ديالي. واهم حاجه اختي هزي يديك الفوق وخوي الكيكه، ديما تنقول هاد لاستيوس هادي باش كتجي الكيكه مهويه. صافي شعلت عليها غير لتحت تقريبا ثلث ساعه كتكون واجده. هنا من الوقيته اللي كطيب الكيكه راني دزت كنوجد لا كريم، استعملت هاد الكريمه هادي نسيترو، ولكن صراحه البنات ما عجباتنيش. من الاحسن ديما استعملوه لالا، ما طلعتش كيف ما بغيت. المهم زدت عليها معلقه كبيره ديال سنيده، وزدت عليها هنايا ساشيه ديال الكاكاو. بغيت نهرس ديك البيوضه ديال الكريمه، ما بغيتش تجيني بيضه، بغيت تجيني فيها حتى هي مين طون تجيني فيها لوغو ديال الشكلاط وتجيني مهرسه شويه من داك البيض. صافي هنايا الكريمه كانت بارده. من بعد هنايا راه خرجت الكيكه ديالي كما كتشوفوا. هنا هذيك البلاصه كانت سخونه وقصتها وبدات بحال كتلصق ليا من تما. المهم هنا كنشارك معكم الطريقه كيفاش كندير. كنقسم الكيكه على 3. في الاول كنطراسي غير الجناب بالموس كما كتشوفوا، كندور معاها كامله. غادي نقسمها على 3 طبقات. كندور بالموس سمحوا لي، كندور بالموس عليها كامله، ومن بعد كندير الخيط كما كتشوفوا وكنبدا نقسمها بالخيط. هاد الطريقه واعره تعلمتها صراحه من ماما، وكتجيب الكيكه مقاده. فاش كتقسموها كتجيكم الكيكه ديالكم مقاده، اما بالموس كتجي شويه صعيبه. هنا عاوتاني غادي ندير نفس شكل الكيكه الثانيه، الطبقه الثانيه حتى هي طراسيتها بالموس في الجناب كاملين وعاود قطعتها. هنايا صافي فرقت كل وحده على موعدياتها. وهنايا جبت هاد السيركل هذا كنحط فيه الكيكه كما كتشوفوا باش كيزيرها ليا، ومني كنبدا نزينها وداكشي كتكون الكيكه مزيره ومحكومه. هنا وجدت السيرو ديال الماء والقهوه وسنيده، خليتهم غلاو وحتى برد داك السيرو تماما. عاد كنسقي به الكيكه ديالي كيف ما كتشوفوا. المهم سقيتها مزيان. وهنايا البنات درت الفويتين، ذوبت الشكلاط مع الحليب، شكلاط نواغ مع الحليب، ومن بعد درت فيه الفويتين. راه كيتباع عند مانين الحلويات، وكنديروا في هاد الطبقه هذه ديريكتومون مورا ما سقيتها باش كيعطيها شويه ديال القرمشه. هاد الجينواز هادي، هاد الكيكه ولا هاد الطورطه هادي غتجي لاباط ديالها شويه مقرمشه. المهم صافي هنا كنابليكيه مزيان، كنحاول ما نوصلوش بزاف للجناب وخاصو يبقى شويه في الوسط. ومن بعد كندوز باش ندير الكريمه ديالي. وصافي كنبقى غادا بحال هكا كما كتشوفوا. كندير الكريمه كنابليكيها مزيان تسرح وتقاد، ومن بعد كنزيد عليها الطبقه الثانيه ديال الكيكه بحال هكذا، وعاوتاني حتى هاد الطبقه هذه. المهم كنورك عليها بيدي شويه باش كتجي مقاده. وحتى هاد الطبقه هذه البنات كنسقيها. المهم اي طبقه كنسقيها وسقيوها مزيان ما تخافوش منها. صافي هنايا عاوتاني نفس الحاجه كما كتشوفوا. درت الطبقه الثالثه حتى هي وحتى هي سقيتها، جاني داك السيرو لاصق. صافي هنايا عاوتاني درت الكريمه، وهنايا ابليكيتها بواحد سباتول عندي، راه ما صورتش معكم ديك اللقطه. صافي حيدت ليها المول ديالها، ومن بعد بديت كنزوقها من الجناب ودخلتها للثلاجه. دابا غنوجد الكلاصاج اللي غادي ندير. عندي هنايا كاس ديال الكريمه،
وعندي معلقه كبيره سنيده وورقه ديال الجيلاتين اللي كنت دايرها في الماء بارد ومرصو ديال الشكلاط. غندي هادشي فوق البوطه حتى يغلي مزيان وحتى يبرد ليا اختي الكلاصاج باش ما يذوبش ليا ديك الكريمه. وعاد ديك الساعه كندوز باش كنكلاصي به الطورطه ديالي. المهم هاد الكلاصاج شي شويه جاني ناقص، كان خاصني نزيد على شويه ديال الكريمه، كان خاصني زعما ندير شي كاسونس ولكن معليش. المهم كنت باغا ندير واحد الزواق ديال الدميعات ولكن ما صدقش مزيان. وهاد لابارتي البنات اللي زوقت الكيكه في الاخر بالشكلاط ابيض ودرت ليها دوك الخطيطات وداكشي ما تصوراتش ليا، غير سمحوا ليا والله الا عرفتي كان كيحسب لي راه التليفون كيصور ولكن ما صورش. صافي زوقت بهذوك الحبيبات اللي كتشوفوا في الدوغي راه معروفين. هنا هاد لابارتي هبط ليا الكلاصاج بزاف، كنت باغا ندير بالطريقه ديال التميعات ولكن اختي ماشي مشكل، هادو غدارنا قابلين عليا الدنيا هانيه. ايوا هكذا كتجي الحلوه ديالي. نتمنى تعجبكم، درت فيها سنه سعيده تدخل علينا كاملين ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. المهم شاركت معكم هاد الكيكه هادي، نتمنى تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي اختي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. وهانتوما معايا البنات. ايوا يا اختي يلا ساليت ديك الحلوه المباركه مسعوده والله الا يلا ساليت. راه ما صورتش معكم بزاف ديال الحوايج اليوم، المهم جميع ديال الدار وراكم عارفين شحال من حاجه قلت بلا ما نشارك معكم داكشي. اليوم راه الفيديو البنات ما فيه شي حاجه، فيه غير ديك الحلوه اللي صوت معكم وصافي. هكا اختي بغيت ما نغبرش عليكم، قلت اللهم هادشي حاولوا علينا خليونا نصوروا الفيديو الله يرحم الوالدين. قلت لكم ما صوبتش ما شاركتش معكم شي حاجه في هذا الفيديو، صوبت ديك الحليوه اللي كما قلت لكم غادي ندي غدا للدار. ايوا صافي هادشي اللي صورت معكم ودرت ديك المقدمه في الاول شويه باش نشكركم ونقول لكم شكرا لكم على التعاليق الزوينه ديالكم وعلى لي لايك ديالكم اللي كتخليو لي دائما. عرفتوا عيات لي يدي اختي عيات ليا وصافي. كنتمنى البنات تقبلوا على هذا الفيديو وصراحه خفيف ظريف. وبالنسبه للحليوه اللي صاوبت غير قبلي عليا اختي، شوفوا انا راه ماشي واعره في الباتيسري ولا كنعلم شي حد ولا، انا غير داكشي اللي كيعجبني وكنصاوبو لداري كنبغي نشاركو مع الناس اللي متبعيني والناس اللي زعما كيعجبهم المحتوى ديالي. اي حاجه درتها كنقول نشاركها مع الناس ديالي وصافي. كنتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، كما قلت لكم خفيف ظريف ما فيه شي حاجه. المهم هذا الويكاند هذا غادي نمشي عند الدار الا خرجنا ولا شي حاجه غادي نصورها معكم بعدا. يلاه ساليت ضربتها بواحد التدويشه باش هكا اختي نرتاح. والله الا يلاه جلست دابا 7:30 ديال العشيه، يلاه جلست وعاد هذه هي الوقيته اللي غادي نرتاح فيها ندير ليا شي حاجه ونتفرج وصافي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم البنات يعجبكم. الا مشيت غدا غنمشي للدار الا خرجنا ولا شي حاجه غادي نشارك معكم فين غادي نمشي ولا المهم اي حاجه راه نقدر نشاركها معكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، يكون خفيف ظريف. هو اصلا اختي راه خفيف ظريف، نتمنى يجيكم خفيف ظريف على قلبكم. ما تنساونيش بلا لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتعجبني وكتفرحني من وجهي باينه فيا كا واختي. صافي غير كندوش كنطرخه كنعيا. كنقول لكم السلام عليكم اختي ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.